أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم دائما كل جديد. فتشهد أسواق الماشية بمختلف المدن والمناطق المغربية ارتفاعا فجائيا حادا وغير مسبوق في أسعار أضاحي العيد، مما أثار حالة عارمة من الصدمة والاستياء الشديدين في أوسط الأسر المغربية، لا سيما من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل التي تفاجأت بلهيب الأسعار قبل أيام معدودة من حلول هذه الشعيرة الدينية. وعاين متسوقون ولجان حماية المستهلك قفزات فجائية في الأثمان تتراوح ما بين 500 و1000 درهم للرأس الواحد خلال نهاية الأسبوع الجاري فقط، حيث قفز الحد الأدنى لأسعار الخرفان الصغيرة إلى حدود 2500 درهم، بينما تجاوزت الفئات المتوسطة سقف 4500 درهم، لتصل السلالات الممتازة والأحجام الكبيرة إلى أرقام تتراوح بين 6000 و 8000 درهم. وجاءت هذه القفزة المباغتة متزامنة مع بدء صرف أجور الموظفين والمستخدمين، مما تسبب في ضغط وإقبال مكثف على الشراء أنعش الأسواق، لكنه رفع الأثمان إلى مستويات قياسية، حيث يعزو مهنيون وجمعيات ميدانية أو مدنية هذا العبء إلى تفشي ظاهرة المضاربين والوسطاء المعروفين بالشنقة، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية مرتفعة من قبل الشركة المنظمة لأسواق الماشية داخل المدن، مما اضطر الكسابة إلى تمرير هذه التكاليف على كاهل المستهلك النهائي. ورغم اتخاذ الحكومة المغربية لحزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية لضبط الأسواق وتطويق الاحتكار، فضلا عن تقديم برامج دعم مالي سخية لمربي الماشية ومستوردي الأغنام، فإن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجابيا حتى الآن على واقع الأسواق الملتهب، وهو ما دفع بنشطاء ومواطنين إلى إطلاق دعوات رقمية واسعة لمقاطعة الشراء تحت اسم خليه يبعبع، تعبيرا عن العجز عن مجاراة هذا الغلاء الفاحش. كان الله في عون الفقراء ومتوسطي الدخل، وشكرا على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله.